السلام عليكم. شو بتجيبني بخبر صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وأتى بخبر صلى الله عليه وسلم فالميدي تصيبها خير صدقة وشافية أفضل دائما وفاتها. عفرين أصوش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وأتى بخمس حسنات فالميدي هكذا يكون الزكاة فخذي جورا ويشتري بخذي جورا بدل دابت وإذا تلفت. عفرين جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ. وعليكم شيخ أبو وضاح كيف حالك؟ حياكم الله بالشيخ. هذا أخونا شيخ أبو وضاح من إخوتنا العرب ما شاء الله. الطلاب من إخوتنا العرب أكيد مو كلهم؟ نعم. الحمد لله. منو حافظ منهم الحديث؟ ما شاء الله. الاسم؟ اسمك؟ أوس خلق محمد. يلا قول لنا الحديث يلا. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخ. كثر الله من أمثالكم. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني. وأتى محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤيدي لشاكاتي مسلمان كوني أوي كواسبي لو اشتكى في عندي بتوني أم تلمدي إمام تلمدي جرائد. عفرين بارك الله فيكم جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طلبيك ما حديثك موقفنا شو بدأتي حديثك؟ يلا محمد. نعم قصد علي. عفرين واتا يعني عفرين دستان خوش به جزاكم الله. السلام عليكم. ماما موسى ياسر كمان هي؟ طلب العلم فريض على كل مسلم. إذا كردن اشتئر طلب العلم يعني إذا كردني علم فرز لسرها مكسر. أجر عنه بين بينها بها لقوت وقريت أنا وشتي كنت داخل ما شاء الله ما شاء الله دستان خوش به وبارك الله فيكم. ما خير تعملوا سن. السلام عليكم. طلبيك من حديثكم مو بخير. ليه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمة طيبة. عفرين. ما طعمش فوق باليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يقى الله لا يشرك به شيئا من دخل الجنة. وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم عفرين دستان خوش به بارك الله. السلام عليكم. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحب. عفرين دستان خوش به جزاكم الله خيرا. هذا جامع الشافعي في كركوك ما شاء الله تبارك الله. الجيل القادم بإذن الله تعالى.
نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا.